السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنشوف مع بعض ازاي نعمل كبات الكنافه اللذيذه دي بكل سهوله، وهنعملها بكذا طعم مختلف. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. بس في البدايه، لو اول مره تشوفوني، انا ياسمين سمك. اشتركوا في القناه وشيروا لايك اذا عجبكم الفيديو، ونقول بسم الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. في البدايه هحتاج للمكونات نص كيلو كنافة. الكنافة دي انا جبتها وحطيتها في الفريزر، يعني ممكن تجيبيها قبلها بيوم وتحطيها في الفريزر، هتكون سهلة معاكي ان انتي تقطعيها. اما تتحط في الفريزر هتكون اسهل بكتير. زي ما احنا شايفين كده هبدأ اقطعها، وبعد ما قطعتها بالشكل ده حطيتها في صاج كبير زي ما احنا شايفين كده. وبعدين جبت حوالي كوباية سمنة مذابة. سمنة مش زبدة، يعني الكنافة نعملها بسمنة. بلاش زبدة علشان بيبقى فيها نسبة من المية. فالمية ديت بتطري الكنافة، مش بتخليها عاملة زي بتاعة المحلات. ولازم تشربيها كويس جدا في السمنة بالشكل ده. وفردتها، وبعدين هدخلها الفرن على درجة حرارة 220 من فوق ومن تحت. وبقيت اقلبها من وقت للتاني لحد ما خدت معايا اللون الذهبي اللي احنا شايفينه ده كده. وفي ناس بيعملوها بطريقة تانية، بيقلبوها في السمنة وبيحطوا عليها سكر بودر وبيحطوها على النار على البوتاجاز. بيحمروها على البوتاجاز. بس انا شايفة ان الطريقة ديت اسهل وبتديكي لون واحد لكل الكنافة. وبعدين وهي سخنة على طول هضيف عليها معلقتين كبار من الشربات. الشربات ده انا عاملاه تقيل، اللي هو كوبايتين سكر عليهم كوباية مية، وما يغلوا بنحط عصرة ليمون بسيطة جدا. وبعدين بحط كيس فانيليا وبسيبه يغلي لمدة 10 دقايق. ودلوقتي هبدأ احضر الكريم شانتيه. حطيت كوباية كريم شانتيه وعليها كوباية الا ربع من الحليب، وحطيت معلقتين من العسل عشان الكريم شانتيه دوت خام يعني بدون سكر. فانا حطيت معلقتين من الشربات اللي انا عملته. دلوقتي هعمل كريم شانتيه بطعم المانجا. حضرت عصير مانجا وبدأت اعمله بالشكل ده. حطيت برضو كوباية كريم شانتيه وكوباية الا ربع من عصير المانجا وعملته. والكريم شانتيه التاني عملته بطعم الشوكولاتة، حطيت عليه قسمت الكريم شانتيه وحطيت عليه صوص شوكولاتة. دلوقتي هبدأ اوزع الكنافة على الكبات بالشكل ده. هعمل طبقة في الاول وهضغطها كده زي ما احنا شايفين. هعملها في كل الكبات بالشكل ده. انا حطيت على الكنافة معلقتين، يعني حوالي ربع كوباية من العسل. ما تكتريش علشان طبعا بقية الصوصات وكده، علشان ما تبقاش مسكرة قوي. ودلوقتي بدأت احط كريم شانتيه طبقة بالشكل ده. ودوت الكريم شانتيه اللي حطينا عليه عصير المانجا. بنعمل عصير مانجا تقيل شوية، وحليته برضو بالشربات وحطيته على الكريم شانتيه وضربته بيه زي ما شفنا. ودوت اللي عملناه بصوص الشوكولاتة. ودلوقتي هحط عليهم طبقة كمان من الكنافة بالشكل ده. هوزعها عليهم برضو وهضغطها بالشكل ده. وبعدين هحط عليها طبقة كمان من الكريم شانتيه ده اللي بطعم المانجا. الكب ده عاملاه بطعم المانجا. حطيت برضو كريم شانتيه من المانجا تحت، وحطيت الطبقة اللي فوق برضو كريم شانتيه. وهبدأ افردها كده فردة بسيطة بالشكل ده. وبعدين بالكريم شانتيه الابيض عملت وردات كده على اطرافه بالشكل ده.
وحطيت مانجا كنت مقطعاها مكعبات. في ناس بتحط مربى مانجا، انا ديت قطعت مانجا عادية خالص مكعبات، وحطيت عليها معلقتين من الشربات اللي انا عاملاه وقلبتهم فيه وحطيتهم بالشكل ده. طعمهم لذيذ جدا، شايفين شكلهم حلو وطعمهم حلو جدا. ومش شرط ان انتي تحطي مانجا، ممكن تعملي اي نوع فواكه انتي حباه. ديت بقى انا عملت طبقة كريم شانتيه وفردتها كويس، وبعدين حطيت زبدة اللوتس زي ما احنا شايفين. هفردها بالشكل ده، وبعدين هخبطها كده خبطتين علشان تتوزع كويس، وهدخلها التلاجة قبل ما ازينها عشان هي بتكون سايلة شوية تتماسك شوية. ودي هعملها بالنوتيلا، فردت عليها النوتيلا بالشكل ده، وبعدين حطيت على الاطراف تحطي مكسرات او سوداني. ودي برضو فردت الكريم شانتيه، وبعدين حطيت عليه صوص توت، وحطيت توت كده زينته بيها. وديت برضو فردت الكريم شانتيه وحطيت عليها صوص كراميل وفراولة، طلع طعمها حلو جدا برضو. ودي اللي باللوتس اللي احنا حطيناها في التلاجة شوية، بعد ما مسكت شوية بدأت ازينها. شايفين اشكالهم عاملين ازاي بجد، وطعمهم لذيذ جدا واتعملوا بكل سهولة. يعني هتبقي مستمتعة جدا وانتي بتعمليهم، هتعمليهم بكل بساطة وهتلاقي شكلهم طالع معاكي حلو. وبكده وصفتنا للنهاردة بتكون خلصت. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الشير واللايك، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديوهات جديدة ووصفات احلى. مع السلامة.